سباقات الحمام الزاجل رياضة قديمة وشعبية في العديد من الثقافات والدول حول العالم. تعتبر هذه الرياضة على أنها فن وعلم في تدريب الحمام الزاجل للطيران والعودة إلى الوجهة بسرعة ودقة. وعلى الرغم من أن هذه الرياضة غالباً ما تجري على مستوى المنافسات الهواة، إلا أن هناك بعض المنافسات التي تستقطب مئات الآلاف من الجماهير. يتم تدريب الحمام الزاجل بدأ من سن مبكرة وبطريقة محكمة لضمان أنه سيتعلم الطيران والعودة بشكل صحيح. يتم تدريب الحمام على تحديد الاتجاه والمسافة بشكل دقيق باستخدام الشمس والأقمار الصناعية والعوامل الجوية الأخرى. تتمثل أهمية سباقات الحمام الزاجل في تعزيز العلاقة. ومن بين الدول التي تستضيف أكبر عدد من السباقات للحمام الزاجل هي الهند وبلجيكا وهولندا والفلبين وتايوان. وفي هذه الدول يتم تنظيم السباقات بانتظام وتجذب العديد من المشجعين والمتابعين. يتم تصنيف الحمام الزاجل في عدة فئات مختلفة حسب اللون والنوع والمستوى الدولي والمحلي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم الحمام بناء على سرعته ودقته في العودة إلى الموقع الصحيح. وتشتمل جوائز السباق عادة على الجوائز النقدية والميداليات والشهادات وغيرها من الجوائز. من الجوانب المثيرة للاهتمام في سباقات الحمام الزاجل هو أنها تتطلب مستوى عاليا من الاهتمام والرعاية للحمام. يتطلب تدريب ورعاية الحمام الزاجل الكثير من الوقت والجهد والمال، ولكن النتائج المدهشة والإنجازات التي يحققها الحمام يجعلونها رياضة مثيرة للاهتمام والمشاهدة. ومن المؤكد أن سباقات الحمام الزاجل ستبقى رياضة شعبية ومحبوبة لفترة طويلة، فهي تجمع بين العلم والفن والتكنولوجيا والثقافة، وتعكس علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة البرية. واعتبارها رياضة شعبية، فإنها تعزز الثقافة والتنوع وتجمع الناس حول شغفهم بتربية الحيوانات ورعايتها. وفي المغرب، تعتبر سباقات الحمام الزاجل رياضة شعبية جداً، وتحظى بمتابعة واسعة من قبل الناس في المدن والقرى. وتنظم هذه السباقات في مختلف أنحاء البلاد، وتشمل بعض المناطق الأكثر شهرة الدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان والمضيق والجديدة ومراكش وغيرها من المدن المغربية. ويتم تنظيم سباقات الحمام الزاجل المغرب على نطاق واسع وفي عدة فئات مختلفة، حيث يتم تصنيف الحمام وفقاً للسرعة والعمر وغيرها من العوامل. ويتم توزيع الجوائز على الفائزين في كل فئة، وتشمل الجوائز الأموال النقدية والجوائز الأخرى المحفزة وشواهد الاستحقاق. ويشارك في هذه السباقات عشرات الآلاف من الحمام الزاجل، ويتم جمعهم في شاحنات خاصة استعداد للسباق. ويتم تدريب الحمام بشكل دوري ومنتظم لزيادة قوة الطيران وتحسين أدائهم في السباقات. وتعد سباقات الحمام الزاجل في المغرب موسمية، حيث تقام بشكل رئيسي في بداية الخريف والربيع حتى نهايته، وتتواصل لعدة أشهر. ويشرف في هذه السباقات عدد كبير من المتسابقين، حيث يتوافد المتسابقين من مختلف المدن والمناطق المشاركة والتمتع بالأجواء الرائعة. ويعتبر هذا النوع من الرياضة مصدر رزق للعديد من الناس في المغرب، حيث يعمل الكثير منهم في مجال تربية الحمام وتدريبهم وتنظيم السباقات. وتساهم هذه الرياضة في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الناس على الاهتمام بتربية الحيوانات. وتعد سباقات الحمام الزاجل في المغرب أيضاً فرصة لتبادل للخبرات والمعرفة بين المربين والمتسابقين، حيث يتم مناقشة أفضل الممارسات وتبادل للأفكار والتقنيات لتحسين جودة الحمام وزيادة فرص الفوز في السباقات. ويتم تنظيم سباقات الحمام الزاجل في المغرب بشكل دقيق ومنظم، حيث تضمن الجمعيات والمنظمات الرياضية السلامة والأمان للحمام والمشاركين. ويتم توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة للحمام، وتتم مراقبة حالتهم الصحية وتطعيمهم بشكل منتظم للوقاية من الأمراض. وبالإضافة إلى الجوائز النقدية الأخرى التي يحصل عليها الفائزون في السباقات، فإن هذه الرياضة تعتبر مصدر فخر واعتزاز للمتسابقين والمربين، حيث يتم التنافس بينهم على تحقيق أفضل النتائج والتميز في هذا المجال. وفي النهاية، تعد سباقات الحمام الزاجل في المغرب أحد العادات والتقاليد الشعبية التي تمتد عبر العديد من الأجيال،
وتعكس هذه الرياضة الحب والعناية التي يوليها الناس في المغرب للحيوانات والرياضة. وتشكل هذه الرياضة أيضا جزءا من الثقافة والتراث المغربي، وتعد وسيلة للترفيه والتسلية والتواصل بين الناس في جميع أنحاء البلاد. باختصار، تعتبر سباقات الحمام الزاجل في المغرب رياضة شعبية تحظى بشعبية كبيرة بين المربين والمتسابقين. تتميز هذه الرياضة بالإثارة والتشويق والمنافسة الشديدة، حيث يتم تدريب الحمام على المسافات الطويلة والتحليق فوق المسافات الطويلة للوصول إلى الهدف في أسرع وقت ممكن. كما توفر هذه الرياضة فرصة لتبادل للخبرات والمعرفة بين المربين والمتسابقين، وتعتبر أيضا جزءا من الثقافة والتراث المغربي. ويؤكد هذه الرياضة على الحب والعناية التي يوليها الناس في المغرب للحيوانات والرياضة. في النهاية، فإن سباقات الحمام الزاجل في المغرب تعد فرصة للاستمتاع برياضة مثيرة وجميلة والتواصل مع الآخرين.